قبل 100 سنة البشرية واجهت أول خطر في تاريخها، والخطر ده كان مواجهة مخلوقات اسمهم العمالقة. ولأن العمالقة أقوى من البشر بكتير، البشر كانوا خلاص في طريقهم للانقراض، لحد ما اتحدوا وحوطوا نفسهم ب3 أسوار عشان تحميهم من العمالقة. أول سور اسمه ماريا، وتاني سور اسمه روز، وتالت سور اسمه شينا. وعلى مدار 100 سنة من بعد بناء الأسوار عاش البشر في أمان من العمالقة. أول بلدة بعد أول سور اللي هو سور ماريا كان اسمها شيجانشينا، والبشر اللي فيها كانوا عايشين زي المواشي محبوسين ورا السور. وشيجانشينا كانت مقسمة ل3 فئات من البشر. الفئة الأولى هم السكان العاديين، والفئة الثانية هم الجنود اللي بيحرسوا السور، والفئة الثالثة هم الأكثر شجاعة واسمهم فيلق الاستكشاف، ودول بيخرجوا بره الأسوار كل فترة عشان يستكشفوا أماكن العمالقة ويقتلوهم. وبعد ما عدى 100 سنة على بناء الأسوار، وتحديدا سنة 845، كان من ضمن سكان شيجانشينا طفل اسمه ايرين وطفلة تانية اسمها ميكاسا. ايرين وميكاسا ما كانوش اخوات، لكن ميكاسا كانت عايشة مع ابو وام ايرين، وده بعد ما عائلتها ماتت. وزي كل يوم خرج ايرين وميكاسا يجمعوا الحطب، وهم راجعين قابلوا واحد من حراس السور اسمه هانس. وايرين اتضايق جدا لما لقى هانس واصحابه قاعدين بيشربوا خمرة، وزعق وقال لهم انتوا ازاي سايبين السور كده وما عندكوش عزيمة انكم تواجهوا العمالقة؟ فهانس قال له ما تخافش، السور طوله 50 متر، يعني العمالقة مش هتقدر تتخطاه. فايرين قال له باللي انتوا بتعملوه ده احنا هنفضل عايشين محبوسين كده زي المواشي. انا هنضم قريب لفيلق الاستكشاف وهخرج من الاسوار قاتل العمالقة. وبعد ايرين ما خلص كمل طريقه مع ميكاسا، وقال لها انه قرر خلاص ينضم لفيلق الاستكشاف. بس وهم ماشيين لقوا فيلق الاستكشاف راجع من مهمة خارج الاسوار، ومعظمهم كانوا جرحى، ومش بس جرحى، دول فقدوا كتير من جنودهم في معركة مع العمالقة. وواحد من الفيلق وقع وهو بيعيط وقال للناس احنا فشلة، ما حققناش اي انجاز في قتالنا مع العمالقة من ساعة ما فيلق الاستكشاف اتعمل. وبالرغم من اللي ايرين سمعه ده، بس فضل برضه مصر على الانضمام للفيلق. وروح بعد كده هو وميكاسا ودخل سلم على ابوه اللي كان طبيب واسمه ييجر، وسلم كمان على امه اللي اسمها كارلا. وميكاسا قالت لهم ان ايرين عايز ينضم لفيلق الاستكشاف. فكارلا اتضايقت جدا وزعقت له، لكن ييجر ما اهتمش لانه كان مسافر. هو قبل ما يمشي ورى ايرين مفتاح وقال له لما ارجع هوريك القبو اللي قلت لك اني هوريهولك قبل كده. هو مشي ييجر وفضل ايرين يتخانق مع كارلا بسبب فيلق الاستكشاف. هو شويه وسابها وراح لواحد صاحبه اسمه ارمين، وميكاسا راحت معاه، وقعدوا يتكلموا هما الثلاثه عن ان الاسوار دي مش هتفضل صامده كتير كده قدام العمالقه. هو فجاه وهم بيتكلموا كلامهم اتحقق، وبسبب هجوم للعمالقه طاروا لفوق ووقعوا. ولما قاموا لقوا عملاق ضخم بيكسر سور ماريا، وباقي العمالقه بيجتاحوا البلده. وبداوا العمالقه يدمروا البلده ويقتلوا سكانها وياكلوهم. فجري ايرين بسرعه يلحق امه ولقاها محجوزه تحت الانقاض، وامه قالت له اهرب انت وميكاسا، انا مش هعرف اهرب معاكم. فايرين قال لها انا مش هسيبك. لكن شويه وهنس جه خد ايرين وميكاسا وهرب بيهم. وايرين من بعيد شاف عملاق وهو بياكل امه، وما كانش مصدق اللي حصل.